بإمكانياتهم المتواضعة وبجهدهم الذاتي وعشقهم الجنوني لكرة القدم، أسست هذه المجموعة من الشباب فريقا رياضيا محليا سمي بالاتحاد عشقا وطربا لكرة القدم وسط منطقة تاربة الواقعة إلى الشرق من مدينة سيئون، حاملين تسمية فريق سعودي على ذات الصعيد كغيرها من الفرق الشعبية المحلية. الفريق هو تأسس من 2000 عام 2006 ولم يكن له أي مقر، والآن إن شاء الله بعد الجهود هذه الذي اتخذنا باستفتاح هذا المقر لحفظ كل الأنشطة اللي تقوم حق الشباب من كاسات وما كل هذه الأمور، وهو يعتبر الفريق هذا الاتحاد فريق للمنطقة كافة من الجانب الشرقي هذا. وضعنا الاسم رغبة لهم على حسب الشهرة للفريق الاتحاد السعودي، والشباب كلهم اتحاديين، كلنا اتحاديين، وضعنا الاسم على حسب رغباتهم لأنهم يحبوا الاتحاد السعودي. وبفرحة رياضية متواضعة بعيدا عن التكلف والرسميات ووسط حضور أهالي المنطقة، افتتح مقر الفريق مطلع العام الجاري ليحقق فيديو افتتاحه مشاهدات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي اتسم ببساطة أهالي المنطقة وجوهم الودود والحميم وحبهم للرياضة، خصوصا مع مشاركة كبار السن في تأسيس الفريق وإجراء مباريات سابقة فيما بينهم وإعادة الذكريات عبر صور علقت في جدران المكان. في عندنا مقسم لقسمين، في فريق براعم وفريق شباب. فريق البراعم هذا يحتوي على 30-20، أما فريق الشباب ذا كده فريق الأول يحتوي على 50 لاعب وما أكثر وفوق. يعني بالنسبة لحق كبار السن، لأن نحن نقوم باحتفالات كل سنة في عيد الأضحى المبارك، نقوم باحتفالات من ضمنها في الاحتفالات نقوم بمباراة لكبار السن، وفي أيضا زيارات للمرضى وكبار السن، وفي أيضا نعمل في مناسبة نسويها مساء للحضور جميعا. ولا يقتصر دور كرة القدم على الشباب فحسب، بل امتد إلى كبار السن وتشجيعهم لأبنائهم بالانضمام للفرق والأندية الشعبية الرياضية لما تحدثه كرة القدم منذ الأزمنة القديمة رغم اختلاف مسمياتها من تأثير كبير على مستوى الشاب ومستقبله. نحن نشجع الرياضة في بلادنا كلها، ونحن الحين فتحنا النادي هذا جديد إن شاء الله، ونبغى نضمه إلى الأندية إن شاء الله، يكون مستقبله طيب إن شاء الله، يكون يعني يجيب لنا نتائج يعني تمام. نعم إن شاء الله. نحن نشجع الكرة، نشجع نادي الاتحاد، نشجع الأندية كلها في البلاد. نحن كان النادي حقنا زمان اسمه الأحقاف، أيام السلاطين زمان اسمه الأحقاف القديم، دحين بدلوا الأسامي حقهم، نادي الاتحاد، نادي الأهلي، نادي، لكن زمان كان الكرة عندنا قديمة، يعني بتقول من كم؟ من عام من قبل الثورة كان اسمه نادي الاتحاد في سيئون. ودور الرياضة في حوض الشباب زين، تحفظهم إن شاء الله. نقوم من سلسلة القات هذه وما اللعب إن شاء الله، نقول أولادنا محفوظين ما بيننا هنا، ولعل الله أكثر إن شاء الله من هذا كله. بعدما أحدث فيديو افتتاح هذا المقر لفريق الاتحاد بالسحيل الشرقي بمنطقة تاربة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى على الجهات الرياضية ذات العلاقة الاهتمام بالشباب وتطوير الفرق الشعبية والأندية الرياضية ودعمها للارتقاء بالرياضة داخل محافظة حضرموت.